رغم أن القمر العملاق الذي بشر مراقبو السماء بظهوره لأول مرة منذ 70 عاما ستكون رؤيته أفضل في أمريكا الشمالية وبعض من المناطق الشرقية القريبة من خط غرينتش، إلا أن هذا لم يمنع محبي القمر من دول آسيا والشرق الأوسط من التجمع على أسطح المباني لمشاهدة هذا الحدث الساحر لقمر عملاق لم ولن يقترب من الأرض ليظهر بهذا الحجم مجددا قبل عام 2034. تجمع العشرات في العاصمة اليابانية طوكيو لتوثيق القمر الضخم من على سطح إحدى ناطحات السحاب في المدينة. الكل أخرج أجهزة الهاتف الذكية وبدأ بالتقاط صور ليتم حفظها بين ألبوم الذكريات، والبعض الآخر وجدها فرصة استثنائية تجمعه بأحب الناس إليه لتصبح هذه اللحظة عالقة في الذكرى. أما في سيدني تجمع آلاف الأشخاص على شاطئ بوندي بيتش بعد دعوات أدباء أستراليين تم الترويج لها في فيسبوك جمعت 17 ألف شخص للمشاركة في نشاط اجتماعي خلال ظهور القمر العملاق. وبما أن الأرض والقمر سيقتربان من الشمس إلى أدنى مسافة في مطلع يناير من العام المقبل، سيتلقى القمر ضوءا أكبر من الشمس ما يجعله يبدو أكثر سطوعا بحسب الجمعية الفلكية الإيرلندية. جابر الجودي، العربية.